على ناحية واحد من محمد أنيس وكرة لصالح نادي الزمالك. استقبال من عند حمادة، إعداد في مركز 6 وضرب من عبد العال من مركز 6 لكن خارج أرض الملعب، والنتيجة 17-24. تاني عند نادي الزمالك فرج، استقبال حمادة، إعداد عند أنيس لكن في ايد سعودي وخارج ارض الملعب، وعلشان ينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي 25-17. وبكده يبقى النادي الاهلي حصل على شوطين، والشوط الاولاني 25-14 والشوط الثاني 25-17. وفاصل ونواصل. اعداد عند انيس وضرب ساحق، لمست ايد محمد علي وخارج الملعب، و23-15. ارسال حسام بقوة، محمود استقبال واعداد تاني من المنطقة الخلفية، ومحمود خارج ارض الملعب. والنقطة الأخيرة للنادي الأهلي 24-15. حسام يوسف بقوة واستقبال وضرب سريع من محمد علي، ودفاع واستماتة وقتال من محمد معوض، لكن الكرة احتسبها الكابتن حمل على أحمد علي. إرسال عند نادي الزمالك، محمود محمد إرسال، استقبال أحمد حمادة، إعداد في المنطقة الخلفية من مركز 6 بعد تمويه جميل من أحمد علي وتركيبة هجومية جميلة من النادي الأهلي عشان ينهي الشوط 25-16 وينهي المباراة 3-0 لصالح النادي الأهلي. مبروك النادي الأهلي حصوله على أول المجموعة وتأهله لدور الثمانية، وهارد لك لنادي الزمالك، ونتمنى له مباريات قادمة أحسن إن شاء الله. وأسرة البرنامج بتحييكم، وقناة الأهلي بتتمنى لكم أن نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.